السلام عليكم. معكم قناة قلبك عارف. إلا كنتي دابا كتسمعني فخلي أي حاجة تتشوشك على بعيد واسمع لهداك الصوت الصغير اللي كيهضر معاك من الداخل، حيت الموضوع اليوم ماشي ساهل وماشي بسيط، يمكن حتى يوجعك شوية، ولكن في هذا الوجع كاين الفهم، وفي الفهم كاين التحرر. كيفاش تعرف راسك واش عندك تعلق مرضي بشخص معين؟ في البداية خاصك تفهم واحد الحاجة، التعلق في حد ذاته ماشي حاجة خايبة. الإنسان بطبيعته كيتعلق، كيبغي، كيلقى الأمان في الناس، كيقلب على الحنان، ولكن كاين واحد الخط رقيق بزاف بين الحب الصحي والتعلق المرضي. خط ما كيبانش بسهولة ولكن كيخلي أثر كبير في القلب والنفس. النهار اللي كتولي كتفيق من النعاس وأول حاجة كتجي في بالك هو داك الشخص، ماشي غير حيت باغيه ولكن حيت حاس براسك ناقص بلا بيه. كتسول على راسو، كتقلب في التليفون، كتسنى منه رسالة، وكتحس براسك ما قادش تبدا نهارك حتى تعرف واش هو مزيان ولا لا. هنا خاصك توقف شوية وتسول راسك، واش هاد الشي طبيعي ولا أنا ولات حياتي مربوطة بوجود واحد الإنسان؟ نهار اللي كتكون فرحان وكتبغي تشارك الفرح ديالك معاه، هذه حاجة زوينة، ولكن إلا كان الفرح ديالك كامل متعلق بردة الفعل ديال الآخر، إلا فرح هو كتفرح، إلا تجاهلك كيتبدل المزاج ديالك كامل، هنا كيبدا الخطر، حيت ولات المشاعر ديالك ماشي ديالك، ولات مرهونة بشخص آخر. التعلق المرضي كيخليك تعيش واحد الحالة ديال التوتر الدائم، بحال إلا حياتك كلها مربوطة بخيط رقيق. إلا تحرك داك الشخص بطريقة ما عجباتكش كيتهز داك الخيط وكيطيح معاه التوازن ديالك كامل. كتبدا كتفكر بزاف، علاش تأخر مع من كيهضر، واش تبدل، واش انا ما بقيتش كنعجبو، وكتلقى راسك غارق في أسئلة ما عندهاش نهاية. ويمكن حتى كتبدا كتضحي بحوايج مهمة في حياتك غير باش تبقى قريب ليه، أصدقاء، عائلة، وقتك، طموحاتك. كتولي كتختار داك الشخص على حساب راسك، وكتقنع راسك باللي هاد الشي حب، ولكن في الحقيقة هو خوف من الفقدان، خوف من الوحدة، خوف من الفراغ. التعلق المرضي كيخليك تقبل حوايج ما عمرك كنتي غادي تقبلها، قلة الاحترام، التجاهل، البرود، وكتلقى راسك كتبرر، راه مشغول، راه عنده ظروف، أنا اللي خاصني نصبر. وكتسنى تسول السؤال المهم، وأنا شكون كيصبر عليا، شكون كيراعي مشاعر ديالي؟ ومن العلامات اللي خاصك تنتبه ليها هي أنك كتبدا كتفقد راسك، ما بقيتيش عارف شنو كتحب، شنو باغي، شنو كيخليك فرحان بوحدك، ولات الهوية ديالك مربوطة بشخص واحد. إلا كان هو حاضر كتحس براسك كاين، إلا غاب كتحس براسك ضايع. ويمكن حتى كتبدا كتخاف بزاف من فكرة أنه غيمشي، ماشي غير حزن عادي ولكن خوف كبير، بحال إلا حياتك غادي تحبس. وهذا الإحساس كيخليك تبقى متعلق حتى إلا كنتي كتألم، حيث الألم ولا أخف من فكرة الفقدان. ولكن الحقيقة اللي خاصك تواجهها ولو كانت قاسية هي أن حتى واحد ما غادي يعوضك على راسك، حتى واحد ما يقدر يعمر داك الفراغ إلا ما عمرتيش انت، حيث التعلق المرضي كيشبه واحد الكاس مثقوب، مهما عطاك داك الشخص من الاهتمام غادي يبقى كيتسرب،
وغادي تبقى ديما محتاج أكتر. واش عمرك حسيتي براسك كترجع لتليفونك عشرات المرات غير باش تشوف واش جاك ميساج؟ واش كتقلق الا شفتيه او شفتيه اونلاين وما هضرتيش معاه؟ واش كتقلب في كل كلمة قالها باش تفهم معناها؟ واش كتعيش في واحد الفيلم في مخك كتفسر فيه كل حركة وكل تصرف؟ هاد الشي كامل إشارات، ويمكن حتى كتبدا كتراقب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كتسول عليه، كتقلب في حياته، كتقارن راسك بالناس اللي دايرين بيه، وكتحس براسك خاصك تكون حسن أكتر كافي باش ما يخليكش، ولكن في هذا الطريق انت كتضيع. التعلق المرضي كيخليك تنسى واحد الحاجة مهمة بزاف. الحب الحقيقي ما فيش خوف، ما فيش توتر، ما فيش هاد الإحساس ديال خاصني نتمسك باش ما يضيعش. الحب الصحي فيه راحة، فيه أمان، فيه حرية، فيه اختيار، ماشي احتياج. إلا لقيتي راسك كتعيش في واحد الدوامة ديال القلق، التفكير، الخوف، التضحية المفرطة، وقف، ماشي باش تلوم راسك ولكن باش تفهمها، باش تقول علاش أنا محتاج بهذه الطريقة، شنو كاين في الداخل ديالي اللي كيخليني نتمسك هكا. وماشي ساهل تعترف بهذا الشيء، حيت يمكن تكون بنيتي أمال، مشاعر، أحلام، ولكن الاعتراف هو البداية ديال التغيير، هو أول خطوة باش ترجع لراسك. حاول ترجع تدريجيا لنفسك، دير حوايج اللي كتحب، خرج، اضحك، عيش لحظات بلا ما تكون مربوط بشخص. تعلم تكون مزيان بوحدك، حيت الا ما تعلمتيش تعيش بوحدك غادي تبقى ديما محتاج شي حد يكملك، وهذا الشيء اللي كيخليك ضعيف. رد بالك من واحد الفكرة اللي كيديروها بزاف ديال الناس، انا ما نقدرش نعيش بلاه. لا، تقدر، غير ما تعودتيش. كاين فرق كبير بين ما نقدرش وما تعودتش، ومع الوقت كل شيء كيتعلم. والأهم حب راسك، ماشي بالكلام ولكن بالفعل. احترم راسك، اسمع المشاعر ديالك، ما تقبلش بالقليل، ما تبقاش تتابع اللي ما كيشوفش قيمتك، حيت اللي كيبغي بصدق ما كيخليكش تشك في بلاصتك. وفي الاخير الا حسيتي راسك في هذا الكلام ما تخافش، راه بزاف ديال الناس كيدوزوا من هذه المرحله، ولكن الفرق كيبان في واحد الحاجه، واش غادي تبقى غارق فيها ولا غادي تقرر تفيق وترجع لراسك. حيت اجمل علاقه تقدر تعيشها في هذه الحياه هي العلاقه مع راسك. الا كانت هذيك العلاقه قويه غادي تبغي، ولكن ما غاديش تضيع، غادي تقرب ولكن ما غاديش تتعلق بشكل كيكسرك، وغادي تعيش، ماشي غير تبقى متعلق بواحد الانسان. واخا الطريق طويل، ولكن البداية كتبدا من دابا، من واحد السؤال بسيط سولو راسك: انا واش كنحب ولا محتاج؟